كاينين ديور كيقولوا عليهم انهم مسكونين، ولكن بعض المرات اللي كيسكنها ما كيكونش الجن ولا ارواح ولا اصوات بالليل، لا، بعض المرات الدار كتكون مسكونه بذكريات ديال البشر كانوا عايشين فيها، كلاو فيها، ضحكوا فيها وخططوا فيها لحياتهم، ومن بعد نهار واحد كلشي كيتبدل. هاد القصه بدات من واحد الشقه في وسط واحد المدينه في مصر. الشقه الموقع ديالها ممتاز والبلاصه ديالها معروفه والثمن ديالها كان مغري بزاف. اي واحد كيشوف الاعلان كيقول هذه هي الفرصه، ولكن المشكل ان الشقه ما كانتش عاديه، كانت مقفوله اكثر من 15 عام، والناس اللي ساكنين في العماره كانوا كيقولوا عليها انها شقه مسكونه. واحد الشخص شاف الاعلان وتواصل مع مولاها وقرر انه يشوفها. طلع للعماره وصل للباب، ومن اول نظره حس ان المكان فيه شي حاجه غريبه. الباب كان قديم، ماشي غير قديم في الشكل، لا، كان باين عليه انه ما تحاش لمده طويله. دق في الباب ومن بعد الباب تحل، دخل ولقى عائله كامله جالسه في الشقه. في الاول بان ليه الموضوع عادي، الناس باغيين يبيعوا الشقه وكانوا كيتسناو الشاري، ولكن ملي بدا كيشوف مزيان بداو كيبانوا ليه تفاصيل اكثر. الاثاث كان باين عليه غالي ولكن قديم، بحال شي حاجه تحطات من زمان وبقات في بلاصتها لسنين طويله. ريحه الشقه كانت ثقيله، ريحه مكان مسدود، مكان ما دخلتوش الحياه لمده طويله. ما كاينش داك الاحساس بلي الدار مسكونه بالناس، كاين غير السكات والغبره. الشخص اللي كان كيبيع عليه الشقه قال ليه بلي هاد الشقه كانت مسدوده لمده 15 عام، وقال ليه بلي الناس اللي كانوا ساكنين في هاد الشقه كانوا كيجيوه وماتوا شحال هادي، وحيت عائلته عايشين برا مصر خلاو الشقه مسدوده. ومن بعد ملي رجعوا قرروا انهم يبيعوها. الشاري بقى كيتفرج، الشقه زوينه، الموقع زوين والثمن حتى هو زوين، ولكن القلب ديالو ما كانش مرتاح، كان حاس انه كاينه شي حاجه ناقصه، شي حاجه ما تقالتش. ملي سال الجوله ديالو في الدار خرج ونزل من العماره وتلاقى بواحد من السكان، سولو على ديك الشقه وقال له انه كان باغي يشريها. هذاك الشخص تبدل ليه وجهه ولا وجهه صفر، وقال لي واش انت باغي تشري دار مسكونه؟ هنا الشاري وقف، كلمه واحده بدلت كلشي. الشقه مسكونه؟ علاش الشقه مسكونه؟ شنو وقع فيها؟ ومن هنا بدات القصه الحقيقيه. الساكن قال لي بلي هاد الشقه مات فيها راجل وبنته ومراته، ولكن الموضوع ما وقفش عند الموت، حيت داكشي اللي وقع في هاد الشقه كان ابشع من قصص الرعب. باش نفهموا شنو وقع خاصنا نرجعوا لسنين قبل الحادث. كان واحد المهندس سميتو خالد، راجل من الاسكندريه، خدام مجتهد وطموحه كبير، ما تزادش في الغنى وما كانش من عائله غنيه بزاف، ولكن كان عنده حلم، كان باغي يفتح شركه مقاولات ويولي عنده اسم في السوق. خالد تعرف على واحد البنت سميتها اماني كانت من واحد العائله مرتاحه ماديا. في الاول بان ليهم بلي خالد ماشي شاب عادي، كان واضح عليه الطموح، واضح عليه انه باغي يخدم ويوصل. خالد كان صريح مع عائله اماني، قال لهم بلي ظروفه الماديه متوسطه، ولكن وعدهم انه غادي يدير جهده كامل باش يعيش بنتهم في احسن حياه ممكنه. ومع الوقت خالد واماني تزوجوا، ومن بعد الزواج اماني دارت معاه واحد الموقف اللي كبير. هي كان عندها ورث من الاب ديالها، فاقترحت عليه انها تبيع جزء من هذا الورث وتعاون خالد باش يشري شركه مقاولات اللي كان كيحلم بها. كانت واثقه فيه وخالد فرح، ولكن في نفس الوقت حس بالثقل الامانه، ووعد انه يرد لها هذا المعروف وانه يحافظ على فلوسها. وفعلا شرى الشركه، خدم بزاف، تعب بزاف، وبدا كينجح مشروع ورا مشروع. الاسم ديالو بدا كيكبر وسط المقاولات. ومن بعد تزادت بنتهم الاولى امينه، وكانوا كيقولوا ان امينه جات ومعها الرزق ديالها، حيت ملي تزادت المشروع ديال خالد زاد كبر، الشركه كبرات اكثر. ومن بعد تزاد الولد الثاني احمد، العائله كبرات، خالد، اماني، امينه واحمد. سنين دازت والدار ولات عامره بالحياه. امينه كبرات ودخلت الكليه الصيدليه، وكانت قريبه بزاف من والديها، كتسمع كلامهم وكتاخذ النصائح ديالهم بجديه. اما احمد كان مختلف، كان فيه تمرد، كيحس ان والديه كيدخلوا في حياته بزاف، كان عنده صحاب بزاف، والوالد ديالو خالد كان خايف عليه، خايف من الصحبه، خايف من الطريق اللي ممكن يمشي فيها ولده. ومن جهه اخرى كانت مشاكل العائليه مخبيه. خالد ما كانش العلاقه مع العائله ديالو مزيانه بزاف، كان حس بلي طامعين فيه وحس حتى بالاستغلال. واماني حتى هي ما كانتش علاقتها مزيانه مع افراد عائلتها، خصوصا اختها، حيت اماني باعت الورد ديالها وعاونات راجلها، والفلوس تحولت لمشاريع ونجاح. اما اختها الورث ديالها نقص وما دارتش به نفس الحاجه، ومن هنا بدات الغيره. خالد قرر انه يكتب الشقه في السميه ديال مراته اماني، وكان ديما كيأكد ان الحسابات والملكيه ديالها هو غير كيدير التسيير، كان باغي يحفظ حقها. ولكن هذا الشيء زاد خلق مشاكل ما بين العائلتين. وصلنا سنه 2010، خالد عنده 50 عام واماني عندها 42 عام، امينه عندها 20 عام واحمد عنده 19 عام. في واحد النهار العائله كامله مجموعه في الدار، الغداء كان واجد. اماني طيبات الحوت، جلسوا كاملين، ولكن احمد قال لهم بلي ما غاديش يتغدى معاهم، داير مع صحابه في النادي وغادي يتغدى تما. جلس معاهم شويه، شرب كاس ديال العصير ومن بعد تحرك مشى للنادي بحال الا كلشي عادي. فاش وصلت 9 ديال الليل احمد حاول انه يتصل بالوالد ديالو، ما كيجاوبش. اتصل بالوالده ديالو، ما كتجاوبش. اتصل بختو امينه، حتى هي ما كتجاوبش. هنا بدا القلق. اتصل بجارهم وقال ليه يمشي يدق
الحق على اتصل بجارهم وقال ليه يمشي يدق في الباب ديال دارهم باش يشوف شنو واقع. احمد حتى هو تحرك من النادي ورجع للدار. ملي وصل لقى جارو مازال كيدق في باب الدار، ما كاين حتى جواب، ما كاين حتى صوت، بحال اللي ما كاين حتى شي واحد في الدار. احمد فتح الباب دخل الدار وكان اول احساس سكات في الدار، هدوء غريب. البقايا ديال وجبه الحوت اللي كلاو في الغداء مازال فوق الطبله، الكيسان ديال العصير كلشي في بلاصتو، ولكن ما كاين حتى شي واحد كيهضر. بدا كيدور في الدار، من بعد شاف اختو طايحه في المطبخ ما كانتش كتحرك، ومن بعد شاف الاب والام ديالو طايحين في بيتهم. اتصلوا بالاسعاف، ولكن ملي جاو رجال الاسعاف لقاوهم بثلاثه ماتوا. خالد مات، اماني ماتت، وامينه حتى هي ماتت في نهار واحد وفي نفس البلاصه. رجال الامن جاو. في الاول كلشي بان بحال تسمم غذائي، كان السمك باقي فوق الطابله، وكانوا 4 ديال الكيسان ديال العصير، 3 عامرين وواحد خاوي. احمد قال لهم بلي هو اللي شرب كاس ديال العصير وما تغداش معاهم، حيت خرج ومشى للنادي باش يتلاقى بصحابه. وفي ديك الفتره فعلا كانوا بزاف ديال حالات التسمم بسبب السمك. الطب الشرعي اكد ان سبب الوفاه هو التسمم، ولقاو في الاكل نسبه ديال المبيد الحشري. ومن بعد التحريات بان احمد بلي فعلا كان في النادي مع صحابه. وهكذا في الاول القضيه تسدات على انها تسمم وجبه سمك، وما كايناش شبهه جنائيه. صافي دفنوهم، الشقه تسدات، والقصه بالنسبه للناس سالات. ولكن من بعد 8 شهور كلشي رجع للاول. والده المهندس خالد جده احمد مشات عند رجال الامن، كانت حالتها ماشي عاديه. دخلت وجلسات وقالت لهم جمله صدماتهم: انا كنتهم باللي احمد الحفيدي هو اللي قتل والديه واخته. رجال الامن تصدموا، اتهام بحال هذا ماشي ساهل. سولوها علاش دابا، علاش من بعد 8 شهور. قالت لهم باللي احمد من بعد الموت ديال العائله ديالو ما بانش عليه الحزن، ما بانش بحال شي واحد فقد الاب والام والاخت ديالو في نهار واحد. ولكن الاهم قالت باللي انها سمعته كيدوي مع شي واحد كيقول ليه باللي هو اللي دار داكشي. هنا رجال الامن خداو الهضره ديالها بجديه. الملف تحل من جديد، بداو التحريات على احمد، وهنا بدات كتبان تفاصيل غريبه. كانوا ناس كيقولوا باللي احمد كانوا عنده خلافات كثيره مع الاب ديالو خالد. كاين اللي كيقول باللي التصرفات ديالو من بعد موت العائله ديالو ما كانتش تصرفات عاديه. وكاين موضوع الميراث، حيت خالد واماني خلاو ورث اللي كبير، واحمد بقى هو المستفيد الاكبر. زيد على هادشي كاين مشاكل مع عائله الاب، وزيد على هادشي كاين مشاكل ما بين عائله الاب وعائله الام، مشاكل كلها داخله فيها الفلوس. رجال الامن استدعوا احمد واجهوه بالمعلومات، وهنا جات الصدمه اللي قلبت القصه كامله. احمد اعترف، قال بلي هو اللي حط السم في الاكل، ولكن قال واحد الهضره اللي غريبه. قال بلي ما كانش باغي يصفيها لهم، كان باغي غير يعياو ويمشيو للسبيطار باش هو يقدر يدخل صحابو للدار. هضره اللي صعيبه تصدق. حسب الاعتراف ديالو سمع ان الوالد ديالو شرا السم باش يديروا لواحد الكلب كاين حدا العماره فين ساكنين، وهذا الكلب كيدير لهم المشاكل. وفي نفس الوقت كان خبر التسمم منتشر في المدينه في ديك الوقت. قرر انه يستعمل نفس الفكره، دخل المطبخ وحط السم كامل في السمك، ومن بعد خرج قال لهم بلي ما غاديش يتغدى معاهم. جلس معاهم في الطابله وهو عارف بلي الاكل اللي كياكلوا فيه سم. شاف الوالده ديالو الوالد ديالو الاخت ديالو كياكلوا، وهو شرب العصير. ومن بعد خرج للنادي وتصرف عادي وقابل صحابه ودوز عشيه عاديه. ومن بعد رجع ولقى العائله كامله على الارض، وبقى حتى لديك اللحظه هو متحكم في التصرفات ديالو. احمد كانت عنده غير 19 عام، وهنا الرعب الحقيقي في القصه. كيفاش واحد قادر انه يدير هذا الفعل هذا بدم بارد؟ ولكن القصه ما وقفتش هنا. من بعد اعتقال احمد بدا فصل اخر ويمكن يكون ابشع، فصل الميراث. عائله الاب بغات حقها، عائله الام بغات حقها، وكل واحد فيهم بدا كيحسب شنو غادي ياخذ. ولكن العائله اللي ماتت ما بقاتش بشر، ولات ملفات، ولات فلوس فوق الطبله خصها تفرق. الميراث كان كبير بزاف ديال الفلوس، اكثر من 15 مليون جنيه مصري. العائلات بجوج وكلوا محامي لاحمد باش يدافع عليه، وكان الهدف ان احمد يبقى حي ويبقى الميراث في جهه معينه. القضيه ولات معقده، واش احمد فعلا هو اللي صفاه لهم؟ واش دارها بوحده؟ واش شي حد حرضه؟ واش القصه كلها على الميراث؟ المحاكمه طولات سنين وسنين، حكموا على احمد ولكن التنفيذ ما وقعش بالزربه. كانوا طعون، استئناف، محاميين الى اخره، والقضيه بقات مجروره اكثر من 13 عام، وكاين اللي كيقول حتى ل 15 عام. وسط السنوات الشقه بقات مسدوده، نفس الشقه اللي مات فيها العائله، نفس الشقه اللي كانوا كيسميوها الناس بلي راها مسكونه. هنا كيبان لك الرعب الحقيقي. كاينين الناس يقدروا يديروا شي حوايج اللي خياليه اللي ما يمكنش حتى الاشباح يديروها. في النهايه تنفذ الحكم على احمد من بعد سنوات طويله، وبقات الشقه مسدوده ل 15 عام، والناس كيقولوا عليها انها مسكونه. ولكن السؤال الحقيقي، واش هي مسكونه بالجن ولا مسكونه بذكريات عائله اللي مات بواحد الطريقه غريبه؟ مسكونه بالطمع ديال الناس اللي كيتقاتلوا على الورث. بالنسبه ليا اكثر حاجه كتخلع في هذه القصه ماشي هي ان الشقه مسكونه، يعني نقدروا نقولوا هذه القصه اكثر حاجه مرعبه فيها هي الخيانه والطمع. الا عجبتك هذه القصه دير لايك وخلي لي الراي ديالك في لي كومونتير، ولا عندك حتى انت شي قصه غريبه كتبها لنا في لي كومونتير وغادي نديروا عليها حلقه كامله في القناه. هادشي اللي كاين. تهلاو.